بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين وسلم تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإمام المهدي عليه السلام كمصلح منتظر وكمنقذ لشريعة الله في أرضه موجود تقريبا في جميع الأديان الإلهية السابقة للإسلام كاليهودية والنصرانية، كما أننا نجد الأديان السماوية غير الإسلام تذكر علامات لمجيئه إلى الأرض هي بعينها العلامات التي ذكرها النبي محمد صلى الله عليه وآله والأئمة الأطهار عليهم السلام لظهور المهدي عليه السلام وقيامه، والتي أغلبها تحقق ولم يبقى إلا المرافق أو القريب جدا لقيامه عليه السلام. وقد أخبر أهل البيت صلوات الله عليهم بالشخصية المهمة والرئيسية في زمن الظهور المقدس، والتي توكل إليها مهمة جمع الأنصار وطلب البيعة من الناس، ويكون الاختبار الحقيقي للناس بهذه الشخصية، وهي شخصية اليماني عليه السلام. واليماني اليوم قد ظهر، وهو الإمام أحمد الحسن عليه السلام. ربما تتساءل أخي أو تتساءلين أختي متى ظهر وكيف؟ أول مرة أسمع به. أو أنك تقول نعم سمعت بمدعي اليماني ولم ألتفت، أو سمعت فلان يقول وفلانة تقول عنه كذا وكذا. أقول لكم هناك دائما أول مرة، ونسأل الله لمن سمع لأول مرة أن يكون خيرا له وليس شرا له. أما لمن سمع من قبل فنقول أنه لا تمر على أي دعوة إلهية مرور الكرام، فأنت مسؤول، ودائما انظر لله في كل شيء وابحث، ولا تسمع من هنا وهناك، بل اسأل صاحب الأمر واسأل الله، وقرأ روايات محمد وآل محمد عليهم السلام التي بيّنت لك كيف تعرفه بالتدقيق. سأحاول إن شاء الله مرافقتكم أو إعطاء بعض الخطوط العريضة التي تساعدكم في البحث، وأيضا الإجابة عن أهم الأسئلة التي ممكن تخطر في بالكم. سنبدأ أولا بالشخصية، شخصية اليماني عليه السلام. أنتم تتفقون معي أنه قبل الكلام في التشخص يعني بالإمام أحمد الحسن عليه السلام نبدأ أولا بمن هو اليماني في روايات محمد وآل محمد عليهم السلام، وبعد ذلك نتكلم في من هو وكيف ظهر وأين وماذا فعل. اليماني ورد في عدة روايات أنه علامة حتمية على الظهور. عن الباقر عليه السلام في كتاب الغيبة لمحمد بن إبراهيم النعماني قال: وليس في الرايات راية أهدى من راية اليماني، هي راية هدى، لأنه يدعو إلى صاحبكم، فإذا خرج اليماني حرم بيع السلاح على الناس وكل مسلم، وإذا خرج اليماني فانهض إليه، فإن رايته راية هدى، ولا يحل لمسلم أن يلتوي عليه، فمن فعل ذلك فهو من أهل النار، لأنه يدعو إلى الحق وإلى طريق مستقيم. نبدأ بالسؤال الأول: أليس اليماني من اليمن لذلك سمي باليماني؟ يجب أولا معرفة أن مكة من تهامة، وتهامة من اليمن، فمحمد وآل محمد صلوات الله عليهم كلهم يمانية، فمحمد صلى الله عليه وآله يماني، وعلي عليه السلام يماني، والإمام المهدي عليه السلام يماني، والمهديين الاثني عشر يمانية، والمهدي الأول يماني،
وهذا ما كان يعرفه العلماء العاملين الأوائل رحمهم الله، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وقد سمى العلامة المجلسي رحمه الله في البحار كلام أهل البيت عليهم السلام بالحكمة اليمانية. راجع مقدمة البحار في جزءها الأول الصفحة الأولى. بل ورد هذا عن رسول الله صلى الله عليه وآله، كما وسمى عبد المطلب عليه السلام البيت الحرام بالكعبة اليمانية. راجع بحار الأنوار الجزء 22 وال51 وال75. سؤال: طيب من هو اليماني؟ وهل هو معصوم؟ بالنسبة لحدود شخصية اليماني فقد ورد في الرواية عن الباقر عليه السلام: وليس في الرايات راية أهدى من راية اليماني، هي راية هدى لأنه يدعو إلى صاحبكم، فإذا خرج اليماني حرم بيع السلاح على الناس وكل مسلم، وإذا خرج اليماني فانهض إليه، فإن رايته راية هدى ولا يحل لمسلم أن يلتوي عليه، فمن فعل ذلك فهو من أهل النار، لأنه يدعو إلى الحق وإلى طريق مستقيم. وفيها: أولا، لا يحل لمسلم أن يلتوي عليه، فمن فعل ذلك فهو من أهل النار. وهذا يعني أن اليماني صاحب ولاية إلهية، فلا يكون شخص حجة على الناس بحيث أن إعراضهم عنه يدخلهم جهنم وإن صلوا وصاموا، إلا إذا كان من خلفاء الله في أرضه، وهم أصحاب الولاية الإلهية من الأنبياء والمرسلين والأئمة والمهديين عليهم السلام. ثانيا، أنه يدعو إلى الحق وإلى طريق مستقيم. والدعوة إلى الحق والطريق المستقيم أو الصراط المستقيم تعني أن هذا الشخص لا يخطئ فيدخل الناس في باطل أو يخرجهم من حق، أي أنه معصوم منصوص العصمة. وبهذا المعنى يصبح لهذا القيد أو الحد فائدة في تحديد شخصية اليماني. أما افتراض أي معنى آخر لهذا الكلام يدعو إلى الحق وإلى طريق مستقيم فإنه يجعل هذا الكلام منهم عليهم السلام بلا فائدة، فلا يكون قيدا ولا حدا لشخصية اليماني، وحاشاهم عليهم السلام من ذلك. النتيجة مما تقدم في أولا وثانيا أن اليماني حجة من حجج الله في أرضه ومعصوم منصوص العصمة. من هم الحجج المفترضين الطاعة؟ هم الأنبياء والرسل والأوصياء عليهم السلام. طيب من هم الحجج بعد رسول الله صلى الله عليه وآله؟ قد ثبت بالروايات المتواترة والنصوص القطعية الدلالة أن الحجج بعد الرسول محمد صلى الله عليه وآله هم الأئمة 12 عليهم السلام، وبعدهم المهديين 12. راجع وصية الرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وآله في الليلة التي كانت فيها وفاته. وهذا وارد في كثير من الروايات سنتكلم عنها بعد قليل إن شاء الله. إذن لا حجة لله في الأرض معصوم غير هؤلاء عليهم السلام 12 إماما 12 مهديا، وبهم تمام النعمة وكمال الدين وختم رسالات السماء. الآن أيهم اليماني عليه السلام؟ سأوضح الآن وأرجو منكم الانتباه. هؤلاء عليهم السلام الحجج مضى منهم 11 إماما، وبقي الإمام المهدي عليه السلام 12 مهديا. اليماني
يدعو إلى الإمام المهدي عليه السلام، فلا بد أن يكون اليماني أول المهديين، لأن 11 مهديا بعده هم من ولده ذرية بعضها من بعض، والله سميع عليم. ويأتون متأخرين عن زمن ظهور الإمام المهدي عليه السلام، بل هم في دولة العدل الإلهي. والثابت أن أول المهديين هو الموجود في زمن ظهور الإمام المهدي عليه السلام، وهو أول المؤمنين بالإمام المهدي في بداية ظهوره وتحركه لتهيئة القاعدة للقيام، كما ورد في وصية رسول الله صلى الله عليه وآله. ومن هنا ينحصر شخص اليمان بالمهدي الأول من 12 مهديا. لمن لم يسمع أبدا بالمهديين قد يتساءل: من هم المهديون؟ هل مذكورين بروايات آل محمد عليهم السلام؟ والجواب نعم، المهديون نصت وأشارت عليهم روايات كثيرة، وأهمها وسيدها الوصية المقدسة لرسول الله محمد صلى الله عليه وآله في الليلة التي كانت فيها وفاته. قال رسول الله صلى الله عليه وآله في الليلة التي كانت فيها وفاته لعلي عليه السلام: يا أبا الحسن، أحضر صحيفة ودواء. فأملى رسول الله صلى الله عليه وآله وصيته حتى انتهى إلى هذا الموضع فقال: يا علي، إنه سيكون بعدي 12 إماما، ومن بعدهم 12 مهديا، فأنت يا علي أول 12 إمام. وساق الحديث إلى أن قال: وليسلمها الحسن عليه السلام إلى ابنه محمد المستحفظ من آل محمد صلى الله عليه وآله، فذلك 12 إماما، ثم يكون من بعده 12 مهديا. فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إلى ابنه أول المهديين، له 3 أسامي، اسم كاسمي واسم أبي، وهو عبد الله وأحمد، والاسم الثالث المهدي، وهو أول المؤمنين. الرواية مذكورة في عدة مصادر، منها بحار الأنوار في الجزء 53 الصفحة 137 أو 147، والغيبة للطوسي في الصفحة 150، وفي غاية المرام الجزء الثاني الصفحة 241. وهذه روايات أخرى تؤكد وتنص على المهديين، وسأذكر القليل مراعاة للاختصار. عن الصادق عليه السلام أنه قال: إن منا بعد القائم عليه السلام 12 مهديا من ولد الحسين عليه السلام. مختصر بصائر الدرجات الصفحة 49. وعن الإمام السجاد عليه السلام قال: يقوم القائم منا ثم يكون بعده 12 مهديا. شرح الأخبار. وعن أبي جعفر وأبي عبد الله عليه السلام في ذكر الكوفة قال: فيها مسجد سهيل الذي لم يبعث الله نبيا إلا وصلى فيه، ومنها يظهر عدل الله، وفيها يكون قائمه والقوام من بعده، وهي منازل النبيين والأوصياء والصالحين. وسائل الشيعة الجزء الثالث صفحة 524.